الا بغيتي تعرف شنو واقع في ايران واسرائيل ولا في العالم كامل، مالك الا تفرج في هذا الفيديو وبالدارجه المغربيه وترى فين تبان الجزيره ولا العربيه. انا عا كنشوف الجزيره قاسمه التلفاز على 6 كنعرفها مبلبله. قال لك لا العالم كامل ينديدو الشينوا تنديدو. قالت لهم والله فرنسا ودخل وتعاون البرهوش يتندخلت انا ونعاود السلقوط. امريكا حتى هي خرجت تنديدو. قالت لها والله الشينوا ما تدخلي سوق راسك لان اللي غنتوالى بك. واش دخل حمارتك الزحام الدراري عا صغيورين وكيلعبوا السلقوط والبرهوش مقصرين زعما اول مره غيقصر. قالت لها سيري دخلي سوق راسك. ناضت الهند قالت لك سيتو نديدو. حكر الباكستان بدات كتلعب معايا اللعب الخاوي. حكر بدات كضرب فيا. قالت لك راسي انا راه غنضربها. المهم انا قلتها لكم وعلمتكم. ناضت الباكستان حتى هي تنديدو. قالت لهم الهند راه كدابه راه عطيها الزفيط ما قستها ما واليتها ما جيت حداها. راه داكشي بشحال هادي من ايامات 46 ملي كانوا خرجوا البريطانيين خرجوا من تما وحكاو قسموا الهند على جوج. وحده فيها الباكستان المسلمين والفوق الهند الهندوس. ناضت بريطانيا قالت لك سيتو نديدو. قالت لهم على الشيطان راه براهوش ما تدخلوش في هذا الشيء وبلاتي نساليو مع هذا الشيء تاع ايران واسرائيل ونشوفوكم نتوما مالكم مع الكشمير. ناضت داك تاع كوريا الشماليه مطبز قال لهم والله ما تلعبوني معكم تنحرم عليكم. ايوا القافله اللي كاينه في ليبيا حتى هي تنديدو. قال لك ها العار لما رجعوا لنا تليفوناتنا. راه قال لك كانوا ناعسين البارح وتسرقوا التليفونات. ايوي الناس في الناس مقرف مشيت الراس. ودابا ما فهمتش واش الحواله ماتوا ولا ما ماتوش.